وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة عاجلة إلى الرئيس عبد المجيد تبون على خلفية التصعيد الأمني الذي تشهده دول المنطقة خاصة النيجر منذ الانقلاب العسكري على محمد بازوم. وعلى الرغم من أن الرئيس تبون وقف وقفة رجل أمام العدوان الغربي والفرنسي المحتمل، إلا أن دولا تعمل بالوكالة تسعى لتقويض الأمن بالمنطقة على غرار مجموعة إيكواس. في هذا الصدد وجه بوتين رسالة عاجلة لدول المنطقة داعما قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضد فرنسا ودول تسعى لشن هجمات عسكرية بالوكالة. وحذر الكرملين بشكل رسمي من أن التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد عقب إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس البدء في تجميع القوات الاحتياطية. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا التدخل من شأنه أن يزعزع استقرار منطقة الساحل بأكملها. ووفق مراقبين إن الرئيس الروسي بوتين يراقب عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة، كما يسعى لتنسيق المواقف والرؤى مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول أي خطوة تقودها الجزائر يمكن أن تعيد فرنسا إلى جحرها، وهو ما شكل عائقا أمام القوى الغربية لشن هجمات عسكرية على النيجر بسبب الموقف الجزائري.